حياكم الله بهذه الحلقة الجديدة من برنامج أثر الفراشة. خليني أرحب بالزميلتين العزيزتين تهاني الخفاجي دارين اللامي. رمضان كريم. الله يعزك إن شاء الله حبيبتي. شهر رمضان مبارك. شلونكم ويا الصيام؟ حبيبتي الحمد لله. أنت شلونك؟ والله الحمد لله. اليوم احنا حديثنا أكيد دارين حتفتتحه عن الثقة إن شاء الله. بس احنا ماكو بيناتنا ثقة حاليا، وحدة فطرت قبل الثانية. تهاني عايفتك وجاية وحدها. شنو شعورك وأنت فطرتي قبل ما احنا نجي؟ والله حبيبتي خابرتك، قلت لك دارين وياك، قلتي لي لا دارين مو وياي. فأنا شنو شعوري من عفتك؟ اكو ديانة مشتركة، خيانية، مشاغل العمل، حكمة البركة بوجودكم حبيبتي. هي بعد صارت خيانة. إن شاء الله فطور شهي. بس أكيد راح نتحدث عن الثقة إن شاء الله. ولازم يكون اكو ثقة إن شاء الله. خيانة بس بالأكل، بالطباع لا. إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكل أخواتنا العزيزات اللي يتابعونا عبر براند عباية ستايل، عبر منصاتنا، منصة الفيسبوك والانستغرام وقناة اليوتيوب والتليجرام والتيك توك. أهلا ومرحبا بكم. أتحدث اليوم عن موضوع أنتم تعرفون به أكثر من عندي، هي الثقة اللي موجودة بين الشركة وكل الزبائن، وأيضا ثقة العتبة الكاظمية المقدسة بتجهيز أكثر من 2000 عباية بفترة أسبوع واحد للأخوات اللي يرتدون العباية بالحرم الجامعي. الثقة اليوم اللي راح نتحدث بها أنه اليوم أني صاحبة مشروع، عندي صفحة دا أفرضها، يعني فرض أنا اليوم صاحبة مشروع دا أتعامل مع زبائن عبر منصات التواصل الاجتماعي. إذا أريد أروح اليوم للسوق مثلا اشتري فد قطعه قماش او اشتري فد عبايه، من راح ادخل للمحل راح اشوف العبايه واقلب العبايه وشنو نوعيه قماشها. صح. اكو مقومات للنجاح او لبناء الثقه بين الطرفين. نعم. بينما اذا مشروع اذا هو فقط يعني من خلال النشر انت دا تشوفين صوره ربما مو مثل ما انت. هواي اكو مشاكل بخصوص هذا الموضوع. ايش قد اكو بيجات يقول له انت عارض شيء وبعدين وصل لي غير شيء. يعني احنا كبنات اليوم يعني اكيد صاروا ويانا هذه التجربه. يعني من تشوفين مثلا لبسه معينه او شال او حجاب او اي شيء، خاصة يعني الملابس، لأنه الملابس قماش، فمن تشوفيه بالصورة غير شكل، من يوصل لك بالحقيقة تنصدمين بجودة القماش وبنوعيته. فهذه الثقة ما تنبني بيوم وليلة، يعني أكيد هو سببها المصداقية. المصداقية. نعم. وما كان لله ينمو الإنسان إذا بنى خطواته صحيحة وترك أثر طيب عند الناس. إنه اليوم أنا إذا أتعامل مع صفحة دا توصل لي العباية أو أي منتج ممكن. دا توصل لي إياه مثل ما هو بالصورة فعلا. فاليوم إذا أنا أريد أشتري أو آخذ فد عباية أو أي منتج مثل ما ذكرت من بيج غفران مثلا، نعم. من أنت عارضة صورة وتدزين لي شيء مو مثل الصورة، شنو انت تفقدين مصداقيتك. وهي امانه، ترى امانه. بالضبط. يعني احسنتي، امانه. زين تهاني، احنا بما انه تحدثنا انه اليوم العتبه الكاظميه المقدسه كان لها ثقه ببراند عبايه ستايل، بحيث جهزت اكثر من 2000 قطعه عباءه. طبعا شو هذا اكيد الاساسيات او الركائز المهمه لتبادل الثقه بين اي طرفين؟ نعم طبعا هو اكيد احنا محبتنا واحترامنا للعتبه الكاظميه المقدسه، وهذا شرف كبير انه اليوم فخر شهاده. نعم يعني نعتز نعم بها. هو هذا بحد ذاته هو يعني يحسسك انه انت يعني مشروعك ناجح، ثقتك بالناس صارت قويه. اكيد مثل ما قلنا يا غفران، الركائز اللي تنبني عليها الثقه هي المصداقيه. احسنتوا. فعلا. بين كل شخصين، سواء كانت يعني مثلا كمشروع او بين مثلا الازواج او بين الاخ والاخت، الصديقه والصديق، كليتها تنبني على الثقه، تنبني على المصداقيه. دارين انت كلش قريبه من براند عبايه ستايل، يعني تقريبا من الافتتاح. برايك انه هذا التعامل اليوم يخلي هذا البراند او صاحب المشروع امام مسؤوليه كبرى للنجاح بعد اكثر، والوصول الى اماكن بعد اكبر ان شاء الله. النجاح بفضل الله تعالى. الحمد لله. دائما يحالف هذه الشركه بحيث انه خلال اسبوع واحد جهزت 2000 عبايه. تعرفين اليوم الشركه كبيره ما شاء الله. نعم. الموظفين، تعامل نظام البصمه، يدخل الموظف فعلا للشركه. لاحظت اكو بصمه للموظف. نظام كلش نظام حكومي، وهذا يحفظ حقوق الجهتين تقريبا. بالضبط. فحتى يعني تهاني اقاطع حديثك ان شاء الله بالخير. خلال هذا الاسبوع لما جهزت 2000 عبايه، التعامل عبر منصات التواصل للي يجي يحجز عبايه ما توقف. مثلا اليوم احنا عندنا اخر، ما صار تقصير بهذا الموضوع فعلا. ابدا. هذه هي مصداقيه عاليه جدا فعلا. وشون صارت العلاقه انه البراند يجهز الى العتبه الكاظميه؟
كل الاخوات من الحرم الجامعي يتعاملون يختاروا انه طبعا هذا الحديث طويل اكيد، ويعني اكيد كل اللي يتابعونا يعرفون الكلام اللي احنا جاي نحكي به، لان هم اللي جذبهم انه هي مصداقيتنا. فاكيد يا بنات احنا اليوم متشوقين نشوف تنسيقات زميلتنا فاطمه شنو محضرت لنا اليوم، كذلك متابعاتنا زبونات براند عباية ستايل اكيد متشوقين اليوم تشوفون فاطمه شنو محضرت لنا من تنسيقات حلوه. خلونا نشوف. مساء الخير بنات، اليوم طلعت وياكم بالعباية العراقية واللي تكون بالقصة العدلة واللي تكون بدون أخبان. نسقت وياها هاي الربطة المشجرة ويا هاي الجنطة، واللي لبست وياها هاي المعاصم، واللي ممكن ألبسها بهاي الطريقة. إن شاء الله تكونون حبيتوها، والعودة إلكم. شكرا لزميلتنا فاطمة على هذه التنسيقات الجميلة وهذه الإضافات اللطيفة للعباء. تبقى العباء العراقية هي الجميلة، لكن هذه الفصالات والتصاميم اللي استحدثناها وضفناها للعباية هي لبناتنا وطالباتنا وكل أخواتنا حتى يحبون العباية أكثر ويشوفون فصالات جميلة وحديثة مع الوقت. في كل حلقة تعودنا أن نستضيف امرأة عراقية ناجحة بمشروعها وبكل مجالاتها بالحياة. اليوم ويانا الست سجاء منذر صاحبة مشروع حراير. شهر رمضان مبارك إن شاء الله، وأهلا ومرحبا بيش ببرنامجنا. أهلا الدارين، أهلا بكم، تشرفت برؤيتكم حبيبتي. الله يخليك. اليوم أنا صاحبة مشروع حراير للعناية، المنتجات العناية بالشعر والجسم والبشرة. نعم. ننتج داخل المعمل أكثر من 65 آيتم. الحمد لله صارت المنتجات تتوزع على أكثر من 10 نقاط في العراق عمومة. ما شاء الله. نطمح أنه يكون الإنتاج خارج الإطار المحلي، نطمح أنه نكون براند معروف إن شاء الله. إن شاء الله. سجاء تعتمدين بصناعة هذه المنتجات على المواد الطبيعية أكثر من الصناعية. اليوم شنو الفرق اللي ممكن يلاحظه اللي يستخدم هذه المنتجات؟ المنتجات الطبيعية، يعني المواد الأولية الطبيعية إذا دخلت بالمنتج تزيده رصانة. نعم. تنطي المواد الفعالة اللي تنتج طبيعيا تنطي نتائج أسرع. احنا متعودين أنه الكيميائية تنطي أسرع، بس هو بالاستخدام حاولنا نثبت أنه عكس هاي النظرية. المنتجات الطبيعية تنطي نتائج حلوة بدون سايد افكت، بدون آثار جانبية. عبارة شائعة يعني بالمجتمع العربي او حتى الغربي انه دائما المواد الطبيعيه اذا ما تفيدك ما تضرك، عكس المواد الكيميائيه ممكن تترك سايد افكت، يعني اثار جانبيه على الجلد او الشعر او حتى الجسم. فعلا صحيح. بس هو مو شرط، يعني اكو عندنا اعشاب سامه، نباتات سامه ايضا. فهذا يرجع للاختصاص، صاحب الاختصاص لازم نفسه اللي يحدد على معرفه ودرايه باستخدام العشب المناسب. بل هسه احنا عندنا عرق السوس اذا سامعين هسه له ضجه. نعم. نسبة علمية لأن يحتوي على الفولك أسيد واللاكتيك أسيد طبيعيا بداخل العشبة هي نفسها. نعم. فلازم نسب علمية دقيقة جدا حتى هو صاحب الاختصاص هو اللي يتحكم بالموضوع. طيب يعني. ست سجا، يعني شلون بديتي بهذا المشروع؟ شلون جتك الفكرة؟ يعني حابين نعرف، احنا كل امرأة نستضيفها نحب نشوف شلون كانت بداياتها. مصدر الإلهام. نعم. احنا خريجة كلية علوم. ما شاء الله. احنا يعني الفرع مالتنا منشق من قسم الكيمياء بالعلم. حلو. فمرة من المرات سووا ورشة طلاب الكيمياء. فزرت هاي الورشة، شفت الطلاب يشتغلون صابون. تفاجأت أنا، كل ظني أنه فقط المعامل العملاقة والآلات تقدر تنتج هذا الصابون. فتولدت عندي الفكرة، ظليت أسأل أبحث أساتذة الكيمياء، ظليت أسألهم إلى أن وصلت النقطة أنه أنا أريد أسوي هذا الشيء. حلو، ما شاء الله عليك. ما شاء الله. ست سجا، اليوم العباء تضيف للمرأة بمجال عملها أو تنتقص من عندها، بما أنه أنت صاحبة مشروع وإلك ظهور أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بمتصفحكم اللي يختص
هذا المنتج اللي ذكرتيه. انت دا تتجولين بعملك بالعباء، شفتي العباء انه عائق وعثره امام طريقك شلون؟ ابدا، انا دائما اقولها انه من كان مع الله كان الله معه. العباءة زادتني نجاح، أنا أشعر بهذا الشيء روحيا. من باب ثاني تقبل المجتمع حلو للعباءة. نعم. يعني أنا كنت متخوفة إنه أطلع قدام الناس بالعباية. مجتمع شرقي وإسلامي. أنا يعني عملي فأنا انجبرت إنه أطلع حتى أحكي أوصل الفكرة اللي أريد أوصلها. حلو. فالعباءة كنت خايفة من ردة فعل المجتمع. بالعكس. بس شفت القبول كلش حلو من الناس. طيب يا سجا، احنا نشكر حضرتك ونشكر تواجدك ويانا، ان شاء الله تكونين انت نموذج للمرأة العراقية الناجحة. شرفنا بيك. شرف حبيبتي، حياك الله. الحديث جدا ممتع. مشاهدينا نطلع لهذا الفاصل ومن بعدها نرجع. هذه عودة مرة أخرى لكل أخواتنا وزبوناتنا العزيزات ببرنامج أثر الفراشة، وحديثنا أكثر عن براند عباية ستايل. اليوم التعليقات الإيجابية تنطي دافع وحب للنجاح، انه الانسان اذا صاحب مشروع ويشوف اكو ثمره رضا من الجمهور، يعني هو وصل لغايته اهم شيء. بالضبط، يعني يبقى مصر على اكمال هذا الطريق ويقدم لهم دائما الافضل. بس بنات تعرفون اني من اقرا التعليقات كلش استمتع بيها، يعني تعليقات صح. جدا ايجابيه، مو بس تخص العبايه. نعم. مدح وحب واحترام، كلها ايجابيه. نعم. عنديش تعليقات نسمعها؟ عندي هوايه، عندي تعليقات. طبعا عندنا هنا عشق الحسين تقول اشتريت وعاشت ايدكم تخبل من ناحيه القماش وخفتها باللبس والفصال والسواد. ملبوس الهنا ان شاء الله عليك يا عشق الحسين. والسواد اللي ياخذ منكم ابدا ما يندم، ولازم يرجع مره ثانيه. رغم اني ما البس عبايه، طبعا شوفوا هي ما تلبس عبايه، بس بالزيارات والطلعات السريعه اخذت وحده منكم، وناويه بعد اخذ غير موديل لاني خبلا. همزين فتحتوا فرع يمنى بواسط، كلش فرحتونا، محبتنا الكبيره لكم. تقول كلش فرحتونا، نتمنى لكم التميز الدائم والتوفيق ان شاء الله. بالعافيه عليهم. بالعافيه عليك وملبوس الهنا ان شاء الله. يعني اكو هي عده تعليقات لكن ممكن نختصرها انه اكو اشاده واكو اعجاب بنوعيه القماش، بالتصاميم اللي تواكب اليوم مثل ما ذكرنا الحداثه، تلبي جميع الاذواق نوعا ما. ايضا السعر نوعا ما يكون مناسب. ترى اليوم اسعار عبايه ستايل مو جدا عاليه، لا تقدر اليوم اي طبقه ممكن انه تشتري هذه العبايه، وهذا احنا اللي دائما نشير اليه، انه لا تروحون لبيجات او نوعيه قماش ممكن اكو عباءه تكون حتى ب 15000 20000 25، لكن للاسف يخدعون بها الزبون. ورا فتره تشوفين انه القماش يتحول يا اما لون احمر يا اما احنا لون رصاصي، الاملح مالحه. نوعيه القماش مو تمام للاسف تكون. انت دارين شنو عندك تعليقات؟ التعليقات هنا كثيره حقيقه، وانا دائما اقراها لان دائما اكون وياهم بالبث المباشر، يعني اعرف كلامكم وش قد حلو لطيف. مع ذلك يعني راح اقرا التعليقات. هنا نور الهدى تقول ما شاء الله عبايه كلش حلوه، ما كنت متوقعه توصلني مثل ما موجوده بالصوره. والاخت الثانيه بصفحه انوار الحسين تقول العبايه زينبيه كلش حلوه وانا كلش احبها، بس من وصيت عبايه ثانيه وصلتني العبايه الزينبيه ام البصمه، حبيتها اكثر وهاي غنتني عن اللبس المعصب. طبعا هذا الحديث كلش حلو وممتع اكيد، لانه التعليقات كلها حلوه وايجابيه. لذلك احنا ما نريد نطول على متابعاتنا الحلوات، اكيد وراهم التزامات يروحون ياخذون لنا راحتهم يسوون سحور، فنقول لهم انتظرونا بكره بنفس الوقت اذا حبيتوا تنسيقاتنا وحبيتوا ضيفاتنا واستمتعتوا ويانا بالحديث. تصبحون على خير وصحه وعافيه. مع السلامه.